انفيديا اخيرا وبعد عمر طويل عملت تغيير جذري في السوفت وير الخاص بدرايفرات كروت الشاشه بتاعتها. المعروف من زمان ان انت بيكون عندك انفيديا كنترول بانل بيتثبت اوتوماتيك لما الويندوز بيتعرف على كارت الشاشه، وده اللي من خلاله بتقدر تتحكم في اداء كارت الشاشه بالتفصيل او الصوره اللي بتتعرض على الجهاز. وعندك البرنامج الثاني اللي هو انفيديا اكسبيرينس، وده اللي بتنزل من خلاله التعريف وتحدثها وتشغل اوفرلاي او تصور وانت بتلعب. انفيديا بقى دلوقتي عملت تطبيق واحد دمجت فيه البرنامجين دول بواجهه جديده تماما وتجربه مستخدم اسهل وابسط بكتير. انفيديا ضافت مميزات جديده زي تغيير شكل الاوفرلاي القديم اللي كان بياخد الشاشه كلها، وقدره التصوير 120 فريم جوه الالعاب، وحاجه كمان وهي الفلاتر اللي جوه اللعب، وانك بقيت تقدر تغير في شكل اللعبه ذات نفسها. ولكن ده ليه تاثير على الاداء هنشوفه مع بعض، واقل حاجه يعني انك ما بقتش مضطر تسجل دخول كل ما تنزل نفيديا اكسبيرينس. المهم خلينا ما نطولش قبل ما نبدا، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نشوف البرنامج الجديد. اول حاجه علشان تنزل البرنامج ده فانت لازم تمسح التعريفات القديمه بتاعت كارت الشاشه اللي موجوده على جهازك، وكمان لازم تكون عارف ان دي النسخه البيتا لسه، يعني لسه مش النسخه النهائيه وممكن تقابلك معاها مشاكل. ولكن احنا الغرض هنا دلوقتي ان احنا بنشرح البرنامج هيكون عامل ازاي، انت تحمله او ما تحملوش. يعني انا يستحسن ان انت تستنى لما النسخه النهائيه تنزل وابقى نزلها عادي. انا برضو هسيب لك كل اللينكات بتاعت كل حاجه تحت في الديسكربشن. خلينا بقى نروح للجهاز ونبدا نشوف هنثبت البرنامج ازاي وهنستخدمه ازاي. زي ما قلنا ان انت عشان تنزل النسخه الجديده او تنزل البرنامج الجديد لازم تمسح التعريفات اللي موجوده عندك على الجهاز. فهننزل برنامج دي دي يو هنمسح بيه التعريفات، موضوع بسيط خالص. هسيب لك اللينك برضو بتاع الداونلود تحت زي ما قلت لك. بعد كده ندخل على الموقع بتاع انفيديا اب، وزي ما انت شايف قدامك بيتا، النسخه دي النسخه البيتا هنعمل لها داونلود علشان بقى نبدا نجربها. طبعا انا حملتها وبدات دلوقتي فتحتها، هيطلع قدامك زي ما انت شايف كده، هتبدا تعمل تسطيب وتنزل التعريفات الاساسيه، وبعد كده البرنامج يشتغل معاك. اول ما البرنامج بيفتح معاك هتلاحظ حاجه غريبه جدا، وهي ان انت مش مطلوب منك تعمل لوجن شبه النسخه القديمه بتاعت نفيديا اكسبيرينس او النسخه اللي هي موجوده يعني الاساسيه بتاعت دلوقتي. كان لازم علشان تفتح البرنامج تعمل لوجن. انا بصراحه مش عارف ليه انا مطلوب مني ان انا اعمل لوجن في برنامج بتاع تعريفات كارت الشاشه، ولكن هو كان مطلوب ان انت تعمل لوجن. دلوقتي مش مطلوب، دلوقتي انت ممكن تشغل البرنامج زي ما انت شايف عادي خالص، وموجوده هنا ممكن اعمل لوجن لو انا حابب. واول حاجه هتشوفها لما البرنامج يشتغل هي الواجهه الرئيسيه الجديده بتاعته. ما فيهاش حاجات كتير مختلفه، هو بس الفكره ان هو ضاف لك هنا تحت شويه حاجات ان انت البرامج الاساسيه بتاعت نفيديا او البرامج اللي انت بتستخدمها شبه مثلا حاجه شبه البودكاست وكده. وهنا موجود عندي اللايبراري اللي فيها الالعاب بتاعتي، وهنا الحاجات التحديثات والحاجات اللي بتنزل جديده من نفيديا. لو دخلنا بقى القائمه بتاعت درايفرز هنلاقي هنا بقى فعلا حبه تغييرات مختلفه. اول حاجه موجود عندي ان انا ممكن اعمل ري انستول للدرايفر اللي موجود، وطبعا موجود عندك فوق هنا ان انت تختار ما بين الجيم ريدي درايفر والاستوديو درايفر. طبعا هم مختلفين، الجيم ريدي ده معمول عشان الناس اللي بتستخدم الجهاز في اللعب، والاستوديو معمول اكتر للناس اللي بتشتغل على الجهاز. هنا برضو حاجه برضو بسيطه بس ما كانتش موجوده قبل كده، وهو ان هو هنا بقى بيقول لك ايه الجديد في التحديث اللي نزل. يعني ايه الحاجات الجديده اللي نزلت في التحديث اللي انت لسه منزله، وايه الحاجات اللي اتصلحت او كان في مشاكل موجوده عندك واتصلحت في التحديث. لو دخلنا بقى على القائمه الثالثه بتاعت جرافيكس هتلاقي عندك هنا التغيير بقى كله اللي حصل في البرنامج. اصبح ان انت عندك لكل ابلكيشن او لعبه موجوده عندك الجزء الخاص بالجرافيكس بتاعتها، واصبح تقسيمه او تشكيلته اسهل بكتير من قبل كده. زي ما انت شايف مثلا لو اخترت لعبه دلوقتي فهيظهر قدامي اول حاجه قدامك هو السلايدر اللي هيظهر قدامك ده. السلايدر ده بتقدر تعدل من خلاله الاعدادات بسهوله عن طريق بس ان انت بتسحبه ما بين الهاي كواليتي او الريزوليوشن العالي او الجوده العاليه في الجرافيك وما بين البرفورمانس. طبعا الكلام ده بيختصر عليك لو انت مش فاهم الاعدادات اللي تحت دي او مش يعني متعمق او مش عارف كل حاجه بتعمل ايه بالظبط، فانت ممكن تستخدم السلايدر اللي فوق عادي. وطبعا موجود عندي كل الاعدادات الاساسيه تحت بتاعه الجرافيك بالتفصيل، اقدر اغير فيها اي حاجه. واتضاف عندي شويه حاجات جديده زي الار تي اكس دايناميك فايبرانس والار تي اكس اتش دي ار، ودول هنتكلم عنهم قدام شويه، بس دول حاجات اضافات جديده في البرنامج. الفكره بقى كلها هنا ان انت لو دخلت على الجلوبال سيتنجز هتلاقي هنا ان المكان ده المفروض هيكون فيه الاعدادات اللي كانت موجوده في النفيديا كنترول بانل، بمعنى ان انت دلوقتي اصبح الابلكيشن ده بيبدل النفيديا اكسبيرينس والنفيديا كنترول بانل. طبعا زي ما انت شايف الاعدادات اللي موجوده هنا مش قد الاعدادات اللي كانت موجوده في الكنترول بانل. الكنترول بانل كان مليان اعدادات كتير قوي بالتفصيل لكل حاجه، ولكن اعتقد هم لسه عشان دي النسخه البيتا فهم لسه ما ضافوش كل حاجه، ولسه الحاجات دي هتضاف قدام. حاجه برضو الناس اللي جربت الابلكيشن الجديد لاحظتها ان انت دلوقتي اصبح عندك ان انت تقدر تغير اي حاجه في الاعدادات من غير ما البرنامج يعمل لودنج ويقعد حبه زي ما كان بيعمل مع الكنترول بانل. بس اول حاجتين قدامك فوق هم الحاجتين الجداد اللي ما كانوش موجودين قبل كده، وهو الدايناميك فايبرانس والار تي اكس اتش دي ار. الدايناميك فايبرانس المفروض ان هو بيعدل لك في الوان اللعبه والاضاءه والظلال والحاجات اللي موجوده جوه اللعبه. موجود عندك برضو الاتش دي ار، هو مقفول دلوقتي لان انا تقريبا هو محتاج ان انا افعل الاتش دي ار بتاع الويندوز او اقفله، مش عارف انا يعني ما بصيتش عليه، ولكن اللي انا لاحظته انه عند اغلب الشباب اللي عملوا فيديوهات عن البرنامج الاتش دي ار عندهم مش شغال، وفي ناس اصلا مش موجود عندهم. انا المفروض الشاشه بتاعتي سيرتيفايد اتش دي ار 10،
لوجن، ولكن هو مش شغال دلوقتي مش عارف ليه. وبصراحه يعني شفته من الفيديوهات مش محتاجينه. احنا هنتكلم اكتر على الدايناميك فايبرنس قدام. لو دخلنا بعد كده على التبويبه الرابعه او القائمه الرابعه اللي موجوده عندك اللي هي الريديم، دي المفروض ان هي انفيديا بتنزل لك فيها حبه كوبونات وحبه حاجات جوائز في الالعاب وكده. دي الحاجه الوحيده في البرنامج اللي محتاجه منك ان انت تعمل لوجن. بعد كده اخر قائمه عندك اللي هي السيتنجز، دي بيبان فيها بقى طبعا الاعدادات الاساسيه او السبيكس الاساسيه بتاعت الجهاز بتاعتك زي ما كانت موجوده قبل كده في البرنامج القديم، والاعدادات بقى الاساسيه بتاعت البرنامج زي انفيديا اوفرلاي اللي انت كنت تفتحه لما تدوس الت وزد، وهنشوفه قدام اكتر لان هو شكله اتغير تماما دلوقتي. اصبح بيطلع لك قائمه على الشمال كده صغيره، مش زي الاول كان بياخد الشاشه كلها واللي كانت حاجه رخمه قوي. لا دلوقتي اصبح بياخد عندك جزء صغير على الشمال، وفي حاجات كتير اتعدلت فيها هنشوفها برده قدام شويه احنا فاتحين اللعبه. وعندك هنا الجيم فلترز اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه اللي هو بيعدل في الوان اللعب وكده. خلينا بقى دلوقتي نفتح لعبه ونشوف الحاجات الجديده اللي اتضافت دي والاوفرلاي الجديد هيكون عامل ازاي جوه الالعاب. طيب دلوقتي فتحنا لعبه علشان نشوف الاوفرلاي عامل ازاي. هنفتحه بالطريقه العاديه، هندوس الت وزد. طبعا زي ما انت شايف اهم تغيير اساسي ان شكله اتغير تماما. موجوده عندك الحاجات الاساسيه اللي كانت موجوده قبل كده وهي الريكورد والانستنت ريبلاي والحاجات دي كلها موجوده عادي، ولكن اصبحت اسهل شويه. يعني انا ممكن ابدا ريكورد دلوقتي من خلال الزرار ده، ولكن احنا عندنا 3 حاجات اساسيه هنركز عليها. اول حاجه هو معدل فريمات او التصوير اللي هو يقدر يصوره، وهو 120 فريم. دلوقتي تقدر تصور على 120 فريم من جوه برنامج انفيديا وانت بتلعب. تاني حاجه واللي اتكلمنا عليها في الاول هي الجيم فلتر او الفلاتر او المؤثرات اللي تقدر تحطها على شكل اللعبه وانت بتلعب. دلوقتي تقدر تختار او تعمل اي بروفايل من البروفايلات دي وتضيف جواه فلاتر زي ما انت شايف. كل دي فلاتر موجوده عندك. انا كنت عايز اجرب معاكم الدايناميك فايبرنس ولكن للاسف هو مش شغال عندي، مش عارف ليه مش راضي يشتغل. كل ما بضيفه مش بيشتغل. هحاول اسيب لك دلوقتي صور بتعرض وانت مشغل دايناميك فايبرنس وانت قافله، واوريك برضو تاثيرها قد ايه على الفريمات. ولكن انا شخصيا مش بحب النوعيه دي من المؤثرات او الحاجات اللي بتغير في شكل اللعبه. انا بحب العب الحاجه زي ما هي اتعملت. يعني انا بحب استخدم الالعاب والحاجات دي زي ما هي اتعملت، ما بحبش اعدل على شكلها والوانها. واخر حاجه هتاخد بالك ان هي اتغيرت هي الفريمات او عدد الفريمات او القرايات بتاعه الجهاز اللي انت بتعرضها وانت شغال على الجهاز. دلوقتي اصبح عندك امكانيه ان انت تغير مكانها من اليمين والشمال او من تحت وفوق، وكمان تقدر تغير اللي اوت بتاعها تخليها بالعرض او بالطول. وطبعا في منها كذا شكل بقرايات مختلفه كل واحد، ولكن ما زال ام اس اي افتر بيرنر هو احسن برنامج يعني ما تقدرش تستغنى عنه لو انت محتاج تطلع القرايات المظبوطه لاي حاجه وانت شغال عليها. كنت اتمنى ان يكون في امكانيه اكبر للتعديل في القرايات، او اقدر اظهر كل القرايات اللي موجوده في الجهاز وانا شغال زي ام اس اي افتر بيرنر، او يكون موجود كمان امكانيه ان انا اقدر اعمل اوفر كلوك واندر فولت من خلال الابلكيشن بتاع انفيديا. ولكن برضو ابلكيشن انفيديا اتطور واتغير عن الاول. زي ما شفنا في البرنامج الجديد هيسهل عليك حاجات كتير قوي. مجرد فكره ان انت تخلي كل حاجه موجوده في مكان واحد هتخلي تجربه الاستخدام اسهل بكتير. فعلا الاضافات الجديده ممكن ما تكونش مهمه او مفيده بالنسبه لاغلب الناس، بس البرنامج بشكل عام اتغير للاحسن. هتفضل جزئيه انك ما تقدرش تتحكم في كسر السرعه تحكم كامل ومضطر انك تستخدم برنامج ام اس اي مشكله رخمه، وهيفضل من وجهه نظري سوفت وير اي ام دي هو الاكثر تكاملا واللي فيه كل المميزات والاوبشنات اللي انت محتاجها. ولكن انفيديا بدات تمشي على الطريق الصح اهو. دي كانت كل حاجه بالنسبه لي في فيديو النهارده. الفيديو ده اتاخر، كان المفروض ينزل من اسبوع مثلا، ولكن انا مشغول عشان في شغل جديد وحاجات ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير. مع السلامه.